طبعا كلام كتير اليومين دول بدأ يتردد على ان معتز اينو يعني نادم على انتقاله للنادي الاهلي، وانه خلاص اعلن الرحيل و يعني ترك النادي الاهلي. هو معتز معانا دلوقتي. معتز اينو، مساء الخير. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. معتز، في عندي اختيارين، يعني نعمل حوار كانه قبل الثوره ولا نعمل حوار كانه بعد الثوره؟ لا، احنا بعد الثوره دلوقتي. طب يبقى نعمل حوار اللي هو بتاع بعد الثوره، اللي بعد الثوره. الاول نسمع منك يعني. بالنسبه يعني موقفي مع النادي يعني. ايوه. والله يمكن انا اتكلمت قبل كده مع استاذ عثمان، وهو عارف ان انا كنت الفتره اللي فاتت دي بعيد عن الحسابات خالص. وبعدين قبل التوقف الدوري دخلت مباراتين، الداخليه وانبي، وشاركت فيهم الحمد لله وكنت كويس. وبعدين فوجئت بعد كده بعد ما الدوري رجع تاني اللي انا برضو بره خالص. فانا مش فاهم ومش عارف، يعني انا مش يعني حاجتين، مش فاهم ليه ومش عارف، رغم ان انا بتمرن كويس ما بعملش مشاكل، محافظ على نفسي من احسن الناس اللي بتتمرن. وبرضو يعني هي وجهة نظر طبعا ولازم تحترم، بس انا عندي حاجة، احنا دلوقتي في وقت احتراف، وانا بتكلم يعني بكلام منطقي ومن غير ما يعني ولا حد يزعل مني ولا انا ازعل من حد. فطالما انا شايف ان انا مش يعني دوري مش مؤثر دلوقتي او ماليش دور مع النادي الاهلي، اتمنى طبعا ان هم النادي يسيبني وامشي، يعني العب في حته ثانيه واخد فرصتي في مكان ثاني. في اجراءات في الحالات اللي زي دي يا معتز بتبقى يعني اجراءات روتينيه، مش انا اللي هقول لك عليها، انه يعني انه الكلام مع الاداره، الكلام مع المدير الفني، الكلام مع سيد عبد الحفيظ، كل دي الخطوات دي استنفذتها وخدتها. الفتره اللي فاتت لما جالي عرض من تليفونات بني سويف وجالي الاتحاد السكندري وفي يعني، وبعدين فوجئت اللي مستر مانويل رفض، وبعدين قعد معايا خدني وجاب هشام المترجم وقعد معايا قال لي اعمل حسابك انت مش تمشي، انا محتاجك. قلت له على عيني وعلى راسي، يعني حاجه تشرفني اللي مستر مانويل يكون يعني يقول لي كده ويتمسك بيا. طيب بمنتهى الامانه لما يتمسك بيا بقى، بس يديني يعني منين انت ايوه ما يديكش، لما ما بيديكش ماتشات اكيد بيبقى يعني الحكايه مش يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، يعني اكيد انت لما بتسال اكيد بيتقال لك السبب اللي بيتقال ايه، مش بقول لك السبب اللي انت شايفه اللي بيتقال. ما انا اولا انا ما اتكلمتش، وعشان انا مش من النوع اللي انا كل يوم والتاني اتكلم ما بلعبش ليه او بلعب ليه لا، انا مش كده. انا اللعيب لعيب، انا مؤمن باللعيب لعيب والمدرب مدرب. فانا لعيب، انا بأدي دوري على اكمل وجه الحمد لله وبشهاده الجميع، لا بغيب ولا بدعي اصابه ولا بعمل مشاكل. انا بقى ملتزم من اول الناس اللي بتروح النادي، من احسن الناس اللي بتتمرن في الفرقه، كل ده فانا ملتزم. لكن حته اللعبه ومش اللعبه دي انا مش كل يوم والتاني هقعد اقول كده. وبعدين انا مش صغير، يعني انا الحمد لله ليا اسمي وراجل لعبت في نادي الزمالك، جاي نجم من نادي الزمالك. انا مش برضه يعني مش جاي مثلا ناشئ ولا جاي حاجه، لا انا الحمد لله ليا اسمي وراجل جاي من نادي الزمالك راجل نجم وجاي من منتخب مصر. لكن انا من ساعه ما جيت من النادي الاهلي انا ما رحتش منتخب مصر عشان قله اللعب. فالمساله دلوقتي صعبه، يعني المساله دلوقتي صعبه بالنسبه لي وانا مش هرضى بالوضع الحالي. يعني عندك كام سنه يا معتز؟ انا عندي 28 سنه، بس في ناس بترضى بالوضع، لكن انا يعني مره واثنين وثلاثه، وبعدين لما كلمت وبتاع وكده وفي عروض جات لي بعد كده المستر مانويل قال لا مش هتمشي. طب مش هتمشي ومتمسك بيا، طب اديني. طب منين انت ما رضيتش تمشيني، ومنين انت يعني مش راضي تلعبني او بره الحسابات خالص؟ فلا انا مش هرضى بالوضع الحالي، واتمنى ان النادي الاهلي بس يتفهم الموقف ويسيبني اروح العب حتى لو على سبيل الاعاره، ما فيش مشكله يعني، بس العب. لكن الوضع كده مش عاجبني. يعني انا فرحتي ان انا رايح فين، رايح النادي، جاي منين، جاي من النادي. يعني وانا ما بحبش اقوم بدور الموظف، يعني عشان انا طول عمري ما اتعودتش على كده. في ناس بتبقى متعوده على كده، لكن انا الحمد لله وحضرتك عارف يا استاذ عثمان وبتاع، والناس كلها عارفه ان انا الحمد لله كان دوري ايه في الزمالك ودوري ايه لما جيت النادي الاهلي، وانا المفروض جاي النادي الاهلي عشان اخدم النادي. والحمد لله حتى لما بقعد احتياطي وبنزل بيبقى دوري مؤثر والناس كلها بتشد بيا، سواء ربع 10 دقائق ربع ساعه. لكن دلوقتي طولت وانا مش متعود ان انا كده. يعني في لعيبه استاذ عثمان بيبقى عارف، يعني بيبقى راضي بالوضع او لا. انا مش من النوع اللي كده. وبعدين انا ما بطلبش حاجه اكتر يعني فوق طاقتي، انا بطلب ان انا اشارك. يا اما مثلا ما بشاركش، حد يقول لي انا ما بشاركش ليه؟ مقصر في حاجه؟ يمكن انا مقصر في حاجه، لكن انا شايف ان انا الحمد لله مش مقصر في حاجه، الحمد لله بشهاده الجميع.
فاتمنى الحمد لله يعني الناس تتفاهم الموقف ومستر مانويل يسيبني امشي يعني. وانا الحمد لله عندي 6 عروض، يعني 6 أو 7 عروض الحمد لله من انديه كبيره في الدوري، وكلهم عايزيني، وفي انديه منهم كلها داخل مصر يا معتز؟ داخل مصر، كلها داخل مصر. قول لي يعني انت فاضل لك قد ايه في عقدك مع النادي الاهلي؟ فاضل لي السنه الجايه بس. السنه الجايه يعني على يناير اللي جاي، مش اللي هو زي ده اللي احنا فيه ده تقدر تمشي فيه دلوقتي. يناير الجاي ان شاء الله ممكن اتكلم مع اي حد وامضي في اي حته تمشي فيه. الانديه اللي طالباك يعني حابب تقولها ولا مش عايز؟ هو يعني حفاظا او احتراما ليهم طبعا، يعني انا مستني بس لما الامور تبقى ماشيه بشكل رسمي وبشكل جدي. يعني انا ممكن اقول بس لسه ما فيش حاجه دلوقتي رسمي. كل الانديه اللي بيكلموني عايزين في الاول يعني يشوفوا موقفي ايه او يعني انا رغبتي ايه. هل من ضمنهم نادي الزمالك يا معتز؟ لا من ضمنهم، لا مش نادي الزمالك، مش من ضمنهم نادي الزمالك. لا. طيب يعني المدرسه اللي هي انت يمكن قلت ده في سياق حديثك، بس انا بكرر تاني السؤال. المدرسه اللي بتقول لك يعني احتياطي او مش بلعب في الاهلي اضمن وافضل واكثر استقرارا من المخاطره اني اروح اي نادي تاني. ماشي. انا قعدت قبل كده الفتره اللي فاتت احتياطي وما كنتش بتكلم. هو شرف لاي حد اللي هو يقعد في النادي الاهلي، بس انا بتكلم اللي المده كده طويله. يعني انا ببقى ماشي. طب ما هو احسن لعيبه في الدنيا بتقعد احتياطي. ما انا قعدت احتياطي وبنزل وبعض احتياطي وما بنزلش خالص واوقات بلعب. لكن انا شايف يعني دلوقتي حتى ما بقتش في الاحتياطي. يعني انا دلوقتي بقيت حتى بره ال 18 خالص، وبعدين مش ماتش وارجع تاني، لا ده ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. معلش سؤال يعني هل في حد تاني نفس الحاله او بعيد؟ في ناس، في سيد حمدي وفضل كده، في ابو السعود بره على طول. يعني في دومينيك، ويعني في ناس كتيره مش يعني هل انت سليم 100%؟ انا يعني الحمد لله سليم وبتمرن ومواظب لغايه النهارده. الناس اللي بره 18 كان في تمرين الصبح متمرن ومفيش اي مشكله خالص. ادائك ايه في التمرينات يا معتز؟ والله انا بطلع حضرتك اسال هات اي لعيب اساله، هات اي حد اساله من النادي الاهلي. شوف لو اينه مقصر في حاجه يبقى ساعتها انا اللي مقصر. طب هل بيبقى بشكل ملحوظ بيبقى باين ادائك في التمرين؟ بيبقى باين والحمد لله ومفيش اي مشكله خالص. يعني طب بس يفضل السؤال يا معتز اللي دايما ما بنسالوش، بس يبقى يعني قول لي انت دلوقتي مش معتز اينو، انت معتز اينو المدير الفني، وعندك عندك مشاكل في فرقتك. خلينا نعترف انه الاهلي في بعض مشاكل ونقط ضعف، والاقي في التمرين الاقي عندي لاعب جاهز ومميز ولسه عقده معايا سنه لقدام، ايه اللي يخليني ما العبوش؟ يعني حط نفسك دايما في الناحيه الثانيه. يعني قول لي ايه اللي يخليك ما تلعبش لاعب جاهز يعني؟ انا مش عارف، هي وجهات نظر. يعني في المفروض الطبيعي لو انا مدير فني زي ما حضرتك بتقول، ده الطبيعي وده عرف في اي حته في الدنيا. انا اتعاملت يعني مع 7 مدربين اجانب على مدار يعني حياتي في الكوره. انت حضرت مانويل جوزيه في الفتره اللي قبل كده؟ حضرت، وانا قعدت معاه سنه ونص او سنتين من قبل ما يمشي. كانت العلاقه، ومش بتكلم عن العلاقه عن خفه الدم، لكن بتكلم عن القناعه. دايما في مدرب بيبقى يعني مقتنع جدا بلاعب فنيا، مدرب تاني ما يقتنعش ويقتنع بلاعب اخر. هو قناعته بيه كانت ايه في الفتره اللي قبل ما يرجع المره الاخيره؟ يعني انا كنت بلعب قبل ما يمشي المره الاخيره دي، كنت بلعب ومفيش اي مشاكل خالص. بس ما اعرفش المره دي في ايه، يعني انا مش فاهم. الخطوه اللي جايه هتعمل ايه؟ الخطوه اللي جايه اتمنى ان انا امشي. ايوه ده تمني، ده انا بتكلم على الخطوه مش الامنيه. يعني هتخش تخبط عليهم تقول لهم ايه؟ وخاصه انت اتكلمت في الاعلام دلوقتي، وبالتالي يعني انا اتكلمت. اصل لو ما اتكلمتش هيبقى كده الوضع صعب، فانا لازم اتكلم عشان لازم يعني اقول اللي جوايا واشوف حل لموقفي. يعني انا عايز اشوف حل لموقفي، مش اطلع اتكلم او خلاص واعمل قلق او اعمل ضجه وخلاص. لا انا عايز يبقى فيه يعني في فعل. فربنا يسهل ان شاء الله. وانا طب عشان ما يبقاش الكلام مجرد انه لاعب طالع بيتكلم وبيقول انا همشي وبيعمل، خليني اقول لك وجه رساله واضحه وصريحه هتبقى موجوده على الموقع على جول FM بشكل واضح وصريح من معتز اينو لاداره النادي الاهلي، كانك بتوجه لهم طلب، ولكن بدل ما هو يبقى طلب مكتوب هو طلب واضح ومهذب وصريح. انا بقول وصريح، انا بقول اللي انا دلوقتي طالما انا دوري او مستر مانويل شايف، عشان هو القرار في ايدي، طالما شايف اللي اينو مش هيقدر يفيده دلوقتي او انت مش هتستفاد مني في البديل ليا او في ناس كتيره في مركزي او في مكاني، فانا مش هيبقى ليا دور. اتمنى اللي انت تسيبني
اشوف فرصتي بره حتى لو على سبيل الاعاره. حتى لو على سبيل لغه الاحتراف. لغه الاحتراف كل الانديه في العالم كله لما واحد ما بيلعبش بيروح مكان تاني يلعب. بس انا ما بطلبش حاجه صعبه، يعني انا بطلب كل اللي بطلبه ان انا العب. وبعدين انا ما كنتش متعود على كده وحضرتك عارف، بس هي دي القصه. كابتن اينو، يمكن يعني انت زي ما قلت حالتك في اكتر من لاعب كده، وجوزيه لما بيطلع يتكلم بيقول وبيدرو بيقولوا لا احنا اللعيبه دول الذخيره بتاعتنا، ووارد اي لعيب يلاقي نفسه فجاه او يعني على طول مطلوب انه يلعب الماتش اللي جاي. يعني انا اقعد استنى بقى؟ لا مش كده، او انا ناشئ صغير، لا انا صغير استنى الفرصه. لا انا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش كده يا كابتن اينو، يعني استناني بس وانا هقول لك وجهه نظري ايه. انت بتنرفز علينا اينو. لا اصل انا قبل كده عندي اعصاب. يعني انا قبل كده خدت وعود كتير فانا مش يعني مش هو ده اللي انا بقوله لك. يعني اينو حصل حاجه مثلا، يعني بما انك انت بتقول لي انا استنيت كتير ومنتظر وما عملتش، وفعلا الحقيقه يعني ما حدش سمع لك صوت قبل ما تطلع وتقول بشكل واضح ان انا عايز امشي. يعني هل حصل حاجه مثلا اخيره زي ما بيقولوا هي دي تبقى القشه قسم الظهر البعير خلتك تبدا تطلع وتتكلم وتقول لا خلاص انا مقرر اني امشي حتى على سبيل الاعاره؟ حصل اي موقف معين؟ لا انا يعني بعد التوقف على طول فوجئت اول ماتش لينا بره اتمرن كويس، الماتش اللي بعديه ما فيش اي مشكله وارد برضه بره، الماتش اللي بعديه الثالث بره. طب لا، وامبارح لغايه امبارح بتمرن في التمرينه الخفيفه وما فيش اي مشكله خالص، طالع من التمرين على اساس اشوف الورقه اسمي في 18 برضه بره. لا يعني المساله صعبه. يعني المساله صعبه، الجواب بيبان من عنوانه. فانا مره واثنين وثلاثه واربعه لا انا السنه دي احنا لاعبين حوالي 14 ماتش، العب 3 ماتشات او 15 ماتش، العب 3 ماتشات و3 ماتشات مش بادئ كمان، يعني بخش ويعني اهو بلعب 10 دقايق ربع ساعه اجزاء من الماتشات يعني. فانا كده لا، انا دوري كده، انا ما بحبش ان انا يبقى ده دوري. مين بشكل ودي وانساني اقرب لك في الجهاز الفني مثلا؟ والله يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، الناس كلها يعني في الجهاز الفني على علاقه كويسه معايا الحمد لله، وما بعملش مشاكل مع حد عشان انا طبعي مش من النوع اللي بعمل مشاكل. يعني انا الحمد لله سواء بيدرو او اوسكار او كابتن محمد يوسف مستر مانو، يعني الناس كلها الحمد لله، كابتن سيد عبد الحفيظ، فالناس كلها كويسه معايا، وانا الحمد لله انا لعيب محترم وبحترم الناس كلها وعلاقتي بالناس كلها كويسه، فانا مش من النوع اللعيب اللي كل يوم والتاني يعمل مشاكل. فانا لما بتكلم فعلا بتكلم عشان انا وصلت لمرحله اللي انا تعبت. كابتن اينو، الوضع عايز اقول لك ادي لك سيناريو ممكن يحصل، تلاقي نفسك بتلعب يوم السبت قدام بايرن ميونخ وتلاقي نفسك بادئ الماتش اللي جاي للاهلي في الدوري، هيهدي الامور ونكمل ولا انت خلاص خدت قرار؟ انا اتمنى ان الحال ينصلح، وانا بتمرن وفي الاول وفي الاخر انا براعي ضميري بتمرن لنفسي. انا مش بتمرن لحد، انا بتمرن لنفسي، عشان زي ما حضرتك بتقول كده، وهي حصلت معايا قبل كده، اللي لو في اي وقت قال لي العب هلعب. انا في مره قبل ما مستر مانويل يمشي قعدت حوالي اكتر من 10 ماتشات ما كنتش بلعب خالص. اينو راح مبدعني ماتش الزمالك، ماتش قمه اللي احنا كسبنا 1-0 بتاع فلافيو. ايوه، من بعد الماتش ده انا عملت ماتش يمكن من احسن ماتش ليا، وده كان كلام مستر مانويل. من بعدها ما قعدتش. اينو الكبير يبقى رايه ايه في حاجه زي كده؟ والله اينو الكبير يعني مش عاجبه الوضع طبعا، ورغم كل ده برضه بيقعد يقول لي اتمرن بس انا بتمرن. يعني انا انت عارف حضرتك انا لو مقصر يعني او اقول انا مقصر، العيب فيا، مصاب، كنت في حاجه عشان كده ما اقدرش اتكلم، لكن انا بتمرن ومواظب، مفيش مشاكل وكل حاجه، وبرضه بره. يعني عارف انت بتحس ان انت خلاص بقى يعني مالكش دور، او انت مش هتقدر تفيد الفرقه. مسافر قطر؟ طالما انا ماليش دور يبقى خلاص، يبقى اتمنى ان انا امشي. مسافر قطر بكره ان شاء الله. كابتن اينو، يعني بالتوفيق، نتمنى يعني ان احنا نشوفك في الملعب مره تانية، سواء هنا او في بورسعيد، يعني او في اي حاجه من الانديه الاخرى، يعني وترجع اسم اينو تاني في ملاعب بورسعيد. بالتوفيق ان شاء الله.